في زمن الناس بتجري فيه ورا مصالحها وبقينا نخاف نقول كلمة حق، يجي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهو ده عنوان حلقتنا النهاردة. بس يا ترى ازاي انصره وهو ظالم؟ هل أسيبه ولا هاجمه ولا أقف معاه؟ وفي دنيا مليانة صراعات وضغوط بقى نادر جدا تلاقي حد يقف في وش الظلم أو يقول كلمة حق حتى لو ضد نفسه. النهاردة هنتكلم عن حديث من أعمق وأجمل ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. هي كلمة بسيطة بس وراها بحر من المعاني. الحديث ده مش عن الشجاعة بس، ده عن الرحمة والمروءة والعدل والإنسانية. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إزاي نحمي بعض من نفسنا قبل ما نحمي بعض من الناس. علمنا إن النصرة مش دايما في إنك تمد إيدك، لكن في إنك توقف اللي بتحبه لما يكون بيغلط. في الحلقة دي مش بس هتفهم معنى الحديث، لكن هتعيش معاه خطوة بخطوة وإحساس بإحساس. خليك معايا لأن اللي جاي ممكن يغير نظرتك للحق والصحبة والرحمة كلها. لو كنت في يوم سكت عن ظلم أو وقفت في صف غلط، الفيديو ده ليك. اسمعوا للآخر لأن الحقيقة ساعات بتوجع صحيح، بس دايما بتعارك.